زينة في كل الشوارع، فانوس على كل بلكونة، نور أصفر دافي مالي كل الحارات، وريحة أكل مختلفة طالعة من كل بيت، صوت قرآن خارج من جامع قريب، ولد صغير ماسك فانوس وبيغني وحوي يا وحوي، مدفع بيضرب، واحد بيجري في الشارع عشان يلحق المغرب، واحد تاني بيجري وراه بكوباية مية وكيس بلح ويقول له استنى يا أستاذ خد اكسر صيامك لحد ما تروح. موائد رحمن مالية كل الشوارع، طبق طالع داخل طول الشهر من بيت لبيت ومن شقة لشقة، ابتسامات من غير مقابل. مسيحي ما يرضاش ياكل قدام صاحبه الصايم مش عشان فرض عليه، لكن عشان عشرة عمره وعشان بيقدر مشاعره وكأنه بيقول له أنا بشاركك صيامك. لمة عيلة على الفطار، ضحكة بعد الفطار، شاي بلبن بعد التراويح، ويجي الليل ونصحى على صوت واحد ماسك طبلة وبيقول اصحى يا نايم وحد الدايم، وساعتها يبقى ميعاد السحور. هو ده رمضان في مصر. رمضان عندنا مش شهر عادي، رمضان حالة بتعبر عن روح وثقافة شعب بحاله. رمضان في مصر غير أي حتة تانية في العالم. تعالوا معايا نشوف الحكاية. رمضان في مصر حاجة تانية، والسر في التفاصيل. رمضان في مصر غير الدنيا، طعمه بطعم النيل. فعلا رمضان طعمه بطعم النيل، لأن الشعب المصري هو أول شعب عرف الصيام في الدنيا. كانوا بيصوموا بغرض التقرب للإله وتطهير النفس. المصريين القدماء كانوا بيصوموا بس صيام مختلف شوية، كانوا بيمتنعوا عن أكل اللحوم وأكل أي شيء فيه روح، وكانوا بياكلوا بس النباتات ويشربوا مية. وكان صيامهم بينتهي بعيد، وهو عيد شم النسيم. وأصل كلمة صوم مأخوذة من كلمة صوب المصرية القديمة، واللي معناها امتنع أو كبح، وحرف الميم بيعني من أو عن، وبالتالي لما نضيف حرف الميم هيصبح المعنى الكلي الامتناع عن. وبكده فكرة ان الصيام تهذيب للنفس موجودة في وجدان المصري من آلاف السنين. وعلشان احنا شعب مختلف ورمضان عند المصريين ليه طعم خاص ومختلف، فحتى لو كانوا بعيد عن بلدهم بيعيشوا ثقافتهم ويفرضوها في اي مكان. وده مثال لشارع من قلب عاصمة المملكة العربية السعودية بالرياض. المصريين هناك علقوا الزينة والفوانيس زي ما حضراتكم شايفين، وعملوا طقوسهم اللي متأثرين بيها وبيحبوها قوي. يعني من الآخر المصريين خلوا شوارع الرياض كأنك ماشي في قلب مصر بالزينة والفوانيس والروح المصرية 100%. رمضان عندنا مش مجرد عبادة ولا عادات وبس. رمضان في مصر حارة بتنور، وجار بيخبط على جاره، مسلم ومسيحي بيفطروا سوا، وخير بيجري في الشوارع زي النور. رمضان في مصر مختلف زي ما شفنا، وكان لازم يبقى مختلف لأن مصر هي اللي علمت الدنيا يعني ايه حضارة، يعني ايه دين، يعني ايه تعايش، يعني ايه الجار قبل الدار. مصر اللي طلع منها النور والعلم والثقافة للعالم كله. أم الدنيا ده مش لقب وخلاص، أم الدنيا عشان قلبها الواسع وحضنها اللي بيستقبل كل العالم، وتاريخها الطويل وروحها اللي دايما حية. ربنا يحفظ مصر وشعبها، ويفضل رمضان فيها نور وفرحة ولما ما تخلصش أبدا. رمضان كريم علينا وعليكم وعلى كل الناس في الأرض. أتمناكم بخير. تحياتي للجميع.